هو انت مش فرحان بالعيد ليه؟ لا انا شايفك اهو قدامي، هو قاعد ما انتش فرحان، قاعد متضايق وماسك تليفونك وقاعد تحس ان انت ايه يا عم، في ايه مكبر الموضوع ليه؟ احنا الحمد لله عبدنا ربنا الايام اللي فاتت، وكنا صايمين وكنا بنقرا قران وكنا بندعي امبارح في ليله عرفه او يوم عرفه، كنا طول اليوم عمالين ندعي ربنا سبحانه وتعالى. افرح بقى. ربنا بيقول لك قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. ربنا عايزك تفرح وهتاخد ثواب على الفرح بتاعك ده. واحد يقول لي طب افرح ازاي يا عم خالد، يعني اقوم اعمل ايه يعني؟ قوم يا باشا اقعد مع اهلك، اقعد مع اخواتك، روح اقعد مع قرايبك، روح كل لحمه، اتبسط بالعيد. هو ده العيد، ان انت تتبسط بعباده ربنا سبحانه وتعالى، وان انت تشكر ربنا على نعمه ان هو من عليك ان انت عرفت تعبده وعرفت تصوم وتقوم الليل وتقرا قران. افرح بقى. ده من سنه ربنا سبحانه وتعالى ان احنا بعد الطاعه الكبيره يدينا فتره بريك كده او راحه نفرح بيها. وطبعا مش بمعصيه ربنا، نفرح بطاعه ربنا برضه. كل سنه وانتم طيبين.